الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق أجمعين وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم منذ أن خلق الله الخلق إلى ما بعد قيام يوم الدين. الحديث عن المعرفة بالنورانية حديث يحتاج إلى بعض المقدمات المهمة والمهمة جدا. نحن نعلم بأن بموجب حديث الثقلين أن القرآن الكريم باطنه ظاهره أنيق وباطنه عميق، يفسر بعضه بعضا، كما أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، كذلك أحاديث محمد وآل محمد تفسر بعضها بعضا. الحديث عن المعرفة بالنورانية ما ممكن يتحقق بيانه أو شرحه أو تفسيره من خلال الجمود على النص فقط، بل حتى لا يتحقق بأنه نتعمق بألفاظ حديث النورانية، إنما نحتاج إلى معرفة أنه نربط الأمر بالسور القرآنية والآيات القرآنية وبقية الأحاديث. نحتاج عملية ربط حتى نصل إلى معرفة حديث المعرفة بالنورانية. على سبيل المثال، كثر الحديث أن القرآن الكريم محرف، وأن الإمام الصادق في الكافي الشريف المقدس قال أن الآية لم تنزل هكذا والله نزلت هكذا. الحقيقة إخواني احنا نريد نركز على بعض المعاني الدقيقة. مثلا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في بيان الآية الكريمة فما يكذبك بعد بالدين، قرأها أحد المؤمنين قال له الإمام إذا كنت تعتقد بهذا فإنه الكفر. ماذا يقصد؟ إذن يا ابن رسول الله كيف أقرأها؟ قال فمن يكذبك بعد بالدين. الآن يسأل سائل يقول يعني أن النص القرآني غير صحيح؟ لا، النص القرآني صحيح، النص القرآني صحيح، فما يكذبك بعد بالدين. لكن الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يلفت الأنظار أنه لا يجوز لك أن تفهم هذه الفما على أنها استفهامية، لا، يجب أن تفرق بين التأويل والتنزيل. التنزيل فما يكذبك بعد بالدين، لكن تأويلها فمن يكذبك بعد بالدين، والدين هو أمير المؤمنين. يا محمد فمن يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا محمد فمن يكذبك بأمير المؤمنين؟ بعد كل هذه المقدمات إلا الشاك المرتاب الشقي. مثل هكذا أمور نسمع الإمام الصادق يقول والله نزلت هكذا، نزلت هكذا يعني تأويلها مو تنزيلها، إنما تنزيلها كما ورد النص بالقرآن الكريم. نحتاج لفهم حديث المعرفة بالنورانية أن ننطلق من القرآن الكريم ولو بشكل سطحي. مثلا نسمع بالآية 85 من سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه كلمة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مفسرة بالآية 91 من سورة الحجر. ماذا تقول الآية في بيان ما معنى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال الذين جعلوا القرآن عضين. يا ابن رسول الله ما معنى عضين؟ قال أن تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. بعد عملية الربط كبيرة وواسعة وعميقة. نسمع الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة: أول الدين معرفته. إذا كان هناك عندك
شعور باطني وقلبك متوجه إلى محمد وآل محمد لما يقول الإمام أول الدين معرفته، فمن يكذبك بعد بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يجب أن تعلم وتعتقد بأن الدين هو أمير المؤمنين عليه السلام. أول الدين معرفته، أول الدين معرفة أمير المؤمنين إلى أن يستمر، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، وكمال الإخلاص لأمير المؤمنين نفي الصفات عن أمير المؤمنين، لأن الله لا يشار إليه. وسوف نستمر بالكلام القادم ونبين ما المقصود بالتوحيد الحقيقي. تتذكرون إخواني قبل فترة تكلمنا عن حديث الثقلين، وتوقفنا عند لفظة التي تقول كلاهما أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أعظم من الآخر، فسألنا أيهما أعظم أيهما أكبر؟ الكتاب أكبر من العترة أم العترة أكبر من الكتاب؟ فتوصلنا إلى نتيجة أن الأئمة الأطهار لهم 3 مراتب. الأئمة الأطهار لهم 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة المعاني، المرتبة الثانية مرتبة الأبواب، المرتبة الثالثة مرتبة الإمامة. ذكرنا بمرتبة المعاني هي التي يكون فيها الأئمة هم الحجاب الأعلى الذي لا يظهر بالكلام ولا يدرك بالأفهام، إنما الواجب على كل مؤمن في هاي المرتبة أن يلتزم الصمت والخمول ولا يتكلم. المرتبة الثانية طبعا بهاي المرتبة مرتبة الأبواب، مرتبة المعاني، الأئمة الأطهار أفضل من الكتاب. المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الأبواب بمعنى صدور الفيض الإلهي عن طريق محمد وآل محمد، وفي تلك المرتبة محمد وآل محمد مساوون للكتاب. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإمامة، وهي بمعنى الشخص المشخص الظاهر. هنا في مرتبة الإمامة، وإن كان هناك جوانب عميقة جدا، لكن في مرتبة الإمامة الظاهرية القرآن الكتاب هو أكبر من العترة. طبعا لما أقول هناك كلام عميق وكلام دقيق لا نستطيع أن نتكلم فيه، يحتاج إلى تعمق وإصغاء دقيق. لما نقول في مرتبة الإمامة الكتاب أكبر من العترة نقصد بغياب الإمام، غياب الحجة. لكن لما يظهر حجة الزمان مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الأمر ينتفي، فيكون الإمام أكبر من الكتاب. تلاحظون شلون إخواني؟ لطيف. هذا كل الأمر في بيان المقدمة للدخول إلى المعرفة النورانية. بداية حديث المعرفة بالنورانية أبو ذر الغفاري يتوجه السلمان المحمدي، يقول له يا أبا عبد الله